نتكلم النهاردة عن ملخص فيلم زي ويل كيل يو اللي بيكون أبطاله الأختين آسيا وماريا. بيخرجوا هما الاتنين في عز المطر ويبان إن وراهم حاجة. وقتها ماريا الصغيرة بتتعب، بتقول لأختها آسيا الكبيرة إنها تعبت. وقتها بيدخلوا السوبر ماركت لأنهم كانوا جعانين. ابتدت ماريا تقول لآسيا إنها خايفة لتكون أبوهم يدور عليهم ويلاقيهم. ساعتها آسيا بتطمنها وبتقول لهم إنهم هربوا خلاص ومش هتسمح لأي حد يأذيها. بس فجأة بيلحقوا يخلصوا كلام إلا ويلاقوا أبوهم فعلا وصل، وبأقصى سرعة بياخدوا بعض هما الاتنين ويهربوا من الماركت. طبعا لما أبوهم بيشوفهم وكان معاه صاحبه بيجروا وراهم، ساعتها بيحاصروهم. ده اللي خلى ماريا تستخدم المسدس اللي معاها وبتضربه بيه رصاصة كانت قربت إنها تقتله. للأسف بتوصل الشرطة. الوقت ده بتقرر آسيا إنها تهرب بعد لما بتشوف إن الأب ماسك في رجلين أخوها الصغيرة، وكمان الشرطة خلاص حصرت المكان. تفضل بعدها تجري بأقصى سرعة بعيد عن المكان. تعدي فترة كبيرة وآسيا بتكبر. يكون موجود فندق اسمه فيرجن اللي بتوصل ليه آسيا ومعها شنطة هدومها. وأول لما بيفتح باب الفندق بنقدر نفهم إنها جاية تشتغل جوه الفندق، وده بسبب الوظيفة اللي كانوا معلنين عنها. ساعتها بتستقبلها ليلي كبيرة الخدم. أول لما بتدخل آسيا المكان تبدأ ليلي تقفل كل أبواب الفندق، وده اللي بيخليها تحس إن المكان غريب. لما بتسألها عن اللي حصل بتقول لها إن الفندق ده من العصور الوسطى وبقاله تقريبا 100 سنة، وبتطمنها وبتقول لها إنها ترتاح جدا معاهم. تبدأ وقتها تتعرف على أصحاب الفندق، وساعتها كانت مفهماهم إن اسمها إيزابيل. وقتها بتقف واحدة فيهم واللي كانت اسمها شارون وبتدي لإيزابيل الجاكيت اللي كانت لابساه لأن آسيا كانت مبلولة. بعدها على طول بتاخد ليلي آسيا وبتكمل معها الفندق عشان تعرفها على المكان باللي فيه. اللي قالت لآسيا وهما ماشيين إنها هتعرفها بكرة على باقي الفندق. هتكتفي النهاردة إنها تعرفها على الدور الأول وهو دور الخدم اللي كانوا بيعيشوا فيه، وفعلا كان مليان عدد كبير جدا من الخدم اللي كانت نظراتهم ليها غريبة حبتين. بعد شوية بيوصلوا للأوضة اللي هتقعد فيه آسيا، بس بتنصدم ليلي لما بتلاقي جوزها خارج من الأوضة. الظاهر كده كان بيعمل حاجة جوه. ساعتها بتقوله هو في ايه، هو كل ما يجينا حد غريب يعمل نفس الحوار ده هو. كانت اجابته بكل بساطة ومش هسكت. وقتها ليلي بتضطر تسكت عشان آسيا ما تاخدش بالها، بس آسيا مش بتهتم وبتدخل اوضتها وبتقفل على نفسها. وبسرعة بتبدأ تنظم هدومها وبتاخد باقي الشنطة وبتحطها في الدولاب. بتتحرك بعدها للحمام، بتاخد دش سخن جدا لدرجة ان البخار في المكان يغطي المراية اللي موجودة في الحمام. ساعتها بتبان الرسالة اللي مكتوبة على المراية اللي بنقدر منها نفهم ببساطة اللي كان سايبها هو جوز ليلي، اللي كانت بتقول زي ويل كيل يو. بس للأسف بيتحول البخار ده لمية وآسيا مش بتشوفها. تخرج بعدها وبتلبس عشان تنام، بس لما بتخرج بتحس في صوت غريب جاي من فتحات التهوية. لما بتركز فيهم شوية بتلاقي حاجة غريبة ظهرت، ومن الصدمة بتقع على الأرض. بترجع تقوم وتخرج برا الأوضة، فبتتفاجئ إن النور كله مفصول ومفيش أي حد برا. بترجع الأوضة، بس المرة دي بتقرر إنها تحط كرسي ورا الباب. ويعدي الوقت بتروح آسيا في النوم. وقتها بنتفاجئ إن في حد بيحاول يفتح عليها الباب. بيقرر المرة دي انه يبص عليها من فتحة التهوية. نتفاجئ وقتها ان في حد دخل الأوضة بتاعتها. فعلا بتقوم وبتحس ان في حد موجود في الأوضة. فعلا فجأة بيظهر وراها وبيبدأ ابنه يخنقها بمنديل معاه كان موجود فيه كمية من المخدر. نتفاجئ من قوتها لما بتزقه جامد وبتخبطه، فبيقع على رقبته على الترابيزة وبتتكسر. بس للأسف باقي زمايله بيكونوا دخلوا من فتحة التهوية وكمان فتحة ورا التلاجة. بتبدأ آسيا تقاوم لغاية لما بتوصل للنور وبتفصله. للأسف بيغموا عليها. بيبدأ زمايل المقنع إنهم يكشفوا عن وشهم وكمان يفتحوا الباب. بنلاقيهم إنهم أصحاب المكان ومنهم شيرون. أول لما آسيا تفوق بتلاقي إنها مسحوبة عن طريق شيرون، فبتبدأ تقارب نفسها عشان تتقارب هي كمان. أقصى سرعة بتجري وبتستخبى في الدولاب، وده اللي احنا فاهمينه، أو ببساطة ده اللي فهموه. وده لأنهم بيتفاجئوا أول لما بيقفوا قدام الدولاب كلهم باللي ما كانش أي حد فيهم متوقعه. ده لأن آسيا كانت معاها سيف بتقطع راس واحد منهم، كمان بتستخدم المسدس عليهم. بعدها بتبدأ تلوش في السيف على كل اللي موجودين. بتصدمه آسيا فعلا لأنها مش زي أي خدامة جت وخدمت عندهم قبل كده،
بيحاول واحد من الإخوة إنه يضرب آسيا بالسكينة، بس بتيجي في منطقة معينة في أخته. أخيرا بتنجح آسيا إنها تخلص عليهم كلهم، وده بسبب مهارتها في القتال. دلوقتي بتظهر ليلي كبيرة الخدم اللي كانت مستغربة من سلوك آسيا. ساعتها كان السؤال اللي على لسانها هي مين. في الوقت ده بتبدأ آسيا ترجع للذاكرة وبتفتكر الوقت اللي سابت أختها. الكلام ده عدى عليه 10 سنين، لكن للأسف آسيا معرفتش تهرب واتقبض عليها. ولما بتدخل السجن طبعا بتقابل عصابات كتيرة، وده اللي خلاها تمارس فنون القتالية عشان تقدر تدافع عن نفسها. في خلال الفترة اللي كانت فيها في السجن كانت مأجرة واحد برا راقب فيها أختها لحظة بلحظة، ويقول لها إنها كانت مع أبوها لغاية لما مات وهربت وقتها. قدرت تشتغل في فندق فيرجن. بيقول لها الغريب إن الفندق ده مشبوه جدا، وكمان بيملكوه ناس أغنياء جدا جدا. وسبب الشبهة بتاع الفندق ده إن أي حد بيشتغل في الفندق ده محدش بيسمع عنه حاجة بعد كده. بتقرر آسيا إنها تروح تنقذها. ساعتها بيقترح عليها إن في خادمة هتروح تشتغل واسمها إيزابيل، وطبعا بتروح لها آسيا وبتاخد الهوية بتاعتها. في الوقت ده بتقدر ليلي تفهم إنها جاية عشان تدور على أختها، بس ليلي ساعتها بتفاجئها وبتقول لها إنه للأسف مفيش وقت إنها تدور على أختها، إنها ببساطة بتخدم عيلة ما بتموتش. بتتفاجئ آسيا أول لما بتبص وراها، لأن كل الإخوات اللي قتلتهم المفروض خلصت عليهم، وكلهم رجعوا مرة تانية الحياة بشكل غريب ومحدش يصدقه. فجأة بتخرج على آسيا واحدة من الخادمات، بتحاول تمسكها بس آسيا بتخلص عليها. بتضطر تهرب لواحدة من الأوض. لما بتقرب ليلي للخادمة بتقول لها جملة غريبة، إنها لما ترجع للحياة مرة تانية ما تنساش تنظف الدم اللي هي بغزته. بتبدأ تسحب من جواها السيف، ده معناه إن الخادمات هما كمان بيرجعوا للحياة. وفي نفس الوقت بتبدأ آسيا تقفل على الباب كويس على نفسها. لما بتحاول تفتح الشبابيك أو حتى تكسره مش بتقدر، لأن المبنى كله محكم الغلق. بتحتار آسيا ومبتبقاش عارفة تتصرف. بالصدفة بتكتشف فتحة سرية في الأرض. بسرعة مش بتتردد إنها تدخل جواها وتحاول تهرب، اللي كانت عبارة عن أنفاق بتوصل لكل حتة في الفندق. وبأقصى سرعة بتبدأ تحاول تهرب لغاية لما بتوصل للأوضة اللي كان فيها الإخوات، وساعتها بتسمعهم هما بيتكلموا، بس للأسف مش بتلحق إنها تسمعهم، إنهم بيحسوا بوجودها وبيفتحوا عليها الباب السري اللي موجودة وراه. لما بترجع تقفله بيبدأوا يستخدموا السيف عليها، لغاية لما بالأسف السيف بيجي في ايديها ثبتها في الحيطة ومتقدرش تتحرك. ما كانش قدامها غير انها تسحب ايديها من السيف عشان تهرب منهم. ساعتها بينزلوا كلهم وراها وبيحاولوا يدوروا عليها في النفق، من ضمنهم شارون اللي زهقت من مطاردتها. بتقدر في النهاية توصل لها وبيبدأوا يتخانقوا. المرة دي آسيا معاها مفك بتفضل تخرم في جسمها. رغم كل اللي حصل بترجع وبتهجم عليها مرة تانية. ساعتها بتقرر آسيا انها حرفيا تفجر دماغها، زي ما احنا متوقعين ان ده ما منعهاش انها تصحى مرة تانية وتبدأ انها تجري ورا آسيا من غير دماغ، لان دماغها طايرة فما بتقدرش تحدد اتجاه آسيا وبتمشي في اتجاه التاني. تتفاجئ آسيا ان في حد بيسحبها من نفق. الشخص ده بيكون باري جوز ليلي اللي كان بيحذرها من البداية انهم هيقتلوها. بيبدأ وقتها يحكي لها ان العيلة دي ملعونة بسبب اتفاق عملوه مع الشيطان، وده اللي خلاهم خالدين. معظمهم اغنياء، وده اللي خليهم كل فترة يعملوا قربان. القربان ده بيبقى من الخدم الفقراء. اي حد موجود اسمه في القايمة ما بيموتش، بس للأسف بيكون موجود جنبهم عين شيرون اللي بتكون لسه حية. وبتفضل ساعتها ماشية وراهم لغاية لما بيوصلوا لأوضة موجود فيها خدامة. وبالصدفة الخادمة دي هي ماريا أخت آسيا اللي كانت أساسا بتدور عليها. وبتفرح آسيا لأن أختها عايشة وفاكرها ميتة، بس للأسف ماريا كانت زعلانة من آسيا لأنها خطرت بيها زمان. بتقول لها استني لحظة، المفروض إن الخدم بيجوا هنا المفروض كانوا يموتوا، ما عدا عدد قليل بس بيبقوا مع العيلة. ده معناه إن ماريا منضمة لهم. وساعتها بتبدأ فعلا ماريا إنها تحكي إن بعد ما الأب مسك ماريا شغلها كل الشغلانات اللي تخطر على البال. وبعد لما بيموت بتقرر تمشي، وساعتها بتشوف إعلان فيرجل فبتروح تشتغل معاهم. وطبعا كانوا هيقتلوها، بس من حسن حظها إن كان عندهم نقص في الخدم. بدل ما يقتلوها فبيطلعوا لها كلهم، وبيبدأوا يقولوا لها إنها تنتمي ليهم بس بشرط إنها تلتزم إن أي حد بيخالف القوانين بيتحاسب وبيموت.
طبعا بتوافق ماريا على العهد اللي ما بينهم. تا آسيا كانت عايزة تاخدها معاها وتمشي، طبعا بترفض ماريا. ده اللي بيخلي آسيا تضربها ضربة يغمى عليها عشان تقدر تاخدها وتهرب بيها، وده اللي بتقوله الباري. بس بيفاجئها وبيقول لها ان الفندق اساسا متصمم عشان محدش يقدر يهرب منه، بس في مخرج واحد بس بتاع الحرايق، وده موجود في الدور التاسع. بس فجأة العين بتاعت شارون بتقع عندهم. بسرعة آسيا بتمسكها وبتفجرها المرة دي. لما بيحاولوا يفتحوا عليها الباب بتبدأ تقتل أي حد يجي في وشها. طبعا بيري بيحاول يعطلهم. تبدأ آسيا تاخد أختها وبتحاول تهرب لغاية لما بتوصل المطبخ، بس وقتها ما كانش معاها أي سلاح. ساعتها ده اللي خلاهم يقبضوا عليها وكانوا هيموتوها، بس في آخر لحظة بتفوق أختها وبتنقذها. وفي نفس الوقت بتحاول ليلي توصل لحد مع باري، واللي بتقوله يفتكر قبل ما ينضموا للعيلة دي كان وضعهم ايه. بيقول لها انا فاكر كويس اننا كنا فقراء فعلا، بس كان عندنا قلب وضمير. هو زهق من كل اللي بيعملوه ومش هيقدر يكمل. ده اللي خلى ليلي تتعصب، تمسك الميكروفون اللي في المكان وتبدأ تعلن في الفندق ان القربان بتاعهم هربان جوه الفندق، ولازم كل واحد موجود فيه يساعدهم انهم يلاقوها. والكل وقتها ابتدى يلبس أقنعة عشان يطارد آسيا وماريا. تقدر ماريا تنقذ أختها في اللحظة الأخيرة، وبتبدأ ماريا في الوقت ده تقول لها إنها يا ريت ما جاتش ولا دورت عليها. تطلب منها إنها تكمل هروب هي لوحدها. في الوقت ده هي هتحاول تشغلهم بأي حاجة، بس طبعا آسيا بترفض وبتاخد البلطة والمسدس بتاعها وبتجري ورا ماريا لغاية لما بتدخل قاعة ضلمة خالص. تتفاجئ ان الجماعة القاتلة برضو موجودين، واللي بدأوا انهم يضربوها من كل حتة لغاية لما بيطلعوها برا القاعة خالص. طبعا بعدها على طول بيفاجئوها انهم قبضوا على اختها، بس آسيا مش بتسكت وراحت مولعة البلطة وبترجع تدخل جوه القاعة مرة تانية طخ بوم في كل اللي موجودين. رغم ان عددهم كبير جدا فبتقدر تتغلب عليهم كلهم، ويبقى اخر واحد بيحاول يضربها بالشوت جان. ترمي عليه الترابيزة عشان تحمي نفسها، وبعدها بتنزل عليه بالفاس بتقسمه نصين. بعد كل ده بتقدر تلاقي اختها وبياخدوا بعض بالحضن. في الوقت ده فعلا بيقدروا يعرفوا انهم ملهمش غير بعض في الحياة اللي هم موجودين فيها. طبعا كالعادة كل اللي قتلتهم آسيا بيبتدوا يصحوا مرة تانية من الموت اللي كانوا فيه، اللي خلاهم يهربوا عن طريق الأسانسير. في نفس الوقت كل اللي موجودين في الفندق بيحاولوا يدوروا عليهم بأسرع وقت. تبدأ ماريا وآسيا يستخدموا السلم اللي في الأسانسير عشان يطلعوا للدور التاسع. للأسف بيوصل لهم واحد من المجموعة القاتلة فبيضربوا عليه نار. بعدها بيكملوا طلوع لغاية لما بيوصلوا للدور التاسع، بس بيتفاجئوا بليلي وشيرين والكل. تبدأ وقتها ليلي تصارحها وتقول لها ان ازاي ماريا بدل ما كانت قربان والمفروض تموت بقت منهم. ساعتها بترجع تفكرها انها المفروض ايزابيل دي كانت القربان لاختها، وده عشان طبعا تقدمه للشيطان قبل الساعة 12. بالشكل ده آسيا تبقى مكانها، بس في آخر لحظة بتقع في الأسانسير وبينقذها واحد من الإخوة اللي كان لسه موجود في الأسانسير، لأنه بسرعة بيمسكها من رجليها قبل ما تقع. بعدها بيتحركوا بيها كلهم للمكان السري اللي موجود فيه الشيطان بتاعهم، وده نفس المكان اللي بيقدموا له فيه القرابين. وقتها بيظهر فعلا، بيدخل جوه راس الخنزير اللي كان موجود، اللي بيبدأ يقول لليلي إنها أحبطته من أول لما جوزها باري خانها. لازم عليها دلوقتي إنها تقتله وإلا هيشيل اسمها من الليست اللي كانت عبارة عن كل الأسامي اللي بتتكتب على راس الخنزير، وأي اسم بيتكتب بيبقى من الناس الخالدين. فعلا بيمسح اسم باري من القايمة، وللأسف بتروح ليلي وبتبدأ إنها تقتله. بعدها على طول بتتحرك ميري ناحية الخنزير وبتعتذر ليه وبتقوله إنه يديها فرصة تانية، إنها مستعدة تعمل أي حاجة، وفعلا بيوافق إنه يكتب اسمها على القايمة بس بشرط إنها تقتل أختها. فعلا بكل بساطة بتروح بتمسك القلم وبتكتب اسمها على راسه. في وسط صدمة من الكل بتعتذر لأختها وبتقتل نفسها، وهي بتقول لآسيا إنها لازم تدمرهم، إن الحقيقة إن ماريا كتبت اسم أختها مكان اسمها. بسرعة بتقرر آسيا إنها تقطع حتة الجلدة اللي مكتوب عليها اسمها واللي موجودة على راس الخنزير، شالتها في جيبها وبعدها مسكت البلطة وابتدت طخ بوم في كل اللي موجودين لغاية لما بتنجح إنها تقضي على كل اللي موجودين واللي كانوا موجودين في نفس المكان. بس بيبقى ليلي، وساعتها الخنزير قرر إنه يتصرف في نفسه، يحط راسه على جسم ليلي اللي ابتدوا هما الاتنين يكونوا جسم واحد. وساعتها ابتدى يبارز
آسيا بالسيف اللي كان معاه. فعلا أصابها إصابات كتير جدا، بس عادي، كده كده هي مش بتموت. بس في النهاية بتمسكه من مناخيره، بتفصل راسه عن جسم ليلي، بتضربها ضربة بتحدف على ماسورة بتقتلها خالص، تثبت الخنزير بعدها على ماسورة وترمي عليه كمية كبيرة من الجاز، تبدأ إنها تولع في دماغه، وطبعا كل الأسماء اللي كانت مكتوبة على دماغه بتبدأ إنها تتبخر. طبعا بيبقوا فانيين وساعتها بيموتوا. تاخد آسيا أختها ماريا وهي ميتة، وبتخرج بيها بره الفندق اللي كان مقفول عليهم. كان مستنيها الراجل اللي كان شغال معاها وهي في السجن، وفجأة بتطلع آسيا من جيبها جلدة الخنزير اللي كانت مكتوب عليها اسمها. بنلاقي إنها غيرت الاسم وخلته ماريا. في نفس اللحظة فعلا بترجع ماريا للحياة. ده اللي عملته آسيا قبل ما تخرج من الفندق. بس يا سيدي بيقرروا هما الاتنين يعيشوا حياتهم مع بعض إلى الأبد.